بازوكا هعمل اعلان في التلفزيون. فرفشنا الفرفشه. انا عن نفسي ما بجيبش اكل من المطاعم في وقتين، رمضان والعيد، فالنهارده هنقيم بازوكا الخدمه بتاعته في رمضان عامله ازاي. اول حاجه انا طلبته بدري فهو جالي الساعه 5:30، يعني وقت مناسب جدا قبل المغرب تقريبا بنص ساعه ولا حاجه بسيطه. الحاجه التانيه بقى هو عامل عروض اسمها مدفع رمضان. مدفع رمضان. جبت 3 عروض من ال 12 عرض اللي هو عاملهم، عامل مدافع كتير قوي، فهنشوف هل يستاهل ان هو يعمل اعلان في التلفزيون بقى هو جامد قوي كده عشان يقدر يعمل خدمه كويسه للناس في رمضان. يلا بينا نبدا باول عرض. تعالى لي بقى يا بازوكا. اول مدفع اسمه مدفع رقم 3، ده عباره عن 6 قطع من الفرايد تشيكن، معاهم 2 كول سلو و2 رز و2 بيك كولا صغير و2 عيش. بكام؟ ب 349 جنيه. انتوا قولوا لي بقى في التعليقات الاسعار دي بالنسبه لكم حلوه ولا نص نص ولا غاليه؟ 6 قطع من الفراخ، يا ترى جودتها زي العادي ولا لا؟ تعالوا ندوق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طعم تتبيله بازوكا الحلوه المميزه، طبعا دايما بيبقى حادق شويه مش عارفه ليه، بس انا بيعجبني طعمه حلو يعني، مقرمش من بره والفراخ بتاعته طعمها لذيذ. ماشي، تعالوا ندوق الكول سلو. بصوا هو حسن الكول سلو بتاعته كتير جدا جدا، بقت احلى من بتاعه كنتاكي يعني، لان هو عاملها يعني جوسي قوي كده وفيها مايونيز كتير حلوه ومسكره. تعالوا بقى ندوق الرز. يا ترى الوجبه دي تكفي كام فرد؟ فردين اكيله مثلا بياكلوا كويس. طبعا هو رز بسمتي اصفر متبل بالكاري والكركم، طعمه لطيف ومتبل. والبيك كولا كوجبه بصراحه انا راضيه عن الكواليتي لحد دلوقتي. تعالوا نشوف الباقي عشان اخترت وجبات مختلفه. تعالوا بقى لتاني عرض اللي انا اخترته، ده مدفع بازوكا 9. في ايه بقى؟ فيه 4 كشري، انا ما دقتش الكشري من بازوكا قبل كده اصلا، فقلت فرصه كويسه ان انا ادوقه، ومعاه 4 ساندوتش ولتر عصير او لتر بيك كولا اللي انت تختاره، ده ب 470 جنيه. حاسه ان هو غالي شويه بس اعتقد انه يكفي 4 اشخاص. ايه بقى الكشري ده بقى؟ انا ما اعرفوش بصراحه. 4 كشري، قالت لي فيه 4 صوصات، انا اخترت بال4 صوصات عشان اجرب ال4. في صوص الرانش وصوص الباربيكيو وصوص سبايسي وصوص بازوكا السبيشال. انا حاسه ان في 2 زي بعض. تعالوا ندوق اول واحد ده. تعالوا نشوف، انا شايفه فيه صوص ابيض مع صوص اصفر كده. ايه بقى الكشري في كده يعني؟ ده كده بقى كشري، ده فيه عيش محمص فهو يعتبر كده فتة شاورما. الصوص الابيض ده صوص رانش ومعاه صوص اصفر كده، اعتقد انه صوص جبنه لانه طعم صوص الجبنه. تعالوا ندوق اللي بصوص الباربيكيو ده، اعتقد ده اللي بصوص الباربيكيو. تعالوا كده، هو طبعا عيش، طبقه عيش محمص ورز بسمتي اصفر اللي بالتوابل اللي قلت لكم عليها، ومن فوق فراخ اللي هي ستريبس متقطعه هي زي الريزو كده بس محطوط عليه يعني عيش محمص، والصوص بقى اللي من على الوش ده صوص الباربيكيو، ده اللي هو صوص الريزو يعني بالظبط، وبرده عليه جبنه يعني حبه كده صغيرين، رشه كده بسيطه قوي من صوص الجبنه، حلو بصراحه. تعالوا نشوف الحراق ده، مش عارفه كان اسمه ايه بس هو يعني قالت لي ده خلي بالك ده حراق، قلت لها ماشي. هو شكله كده زي وريحته كمان زي السويت اند تشيلي. حراق قوي، طعمه لذيذ جدا. اللي بيحب صوص السويت اند تشيلي اللي هو بيبقى فيه حتت فلفل كده وتحس انه مسكر شويه كده، هيحب قوي الرز بالصوص ده. اخر واحد بقى انا حاسه ان هو زي اول واحد لان الصوص بتاعه شكله صوص ابيض برده زي الرانش كده، فهيبقى سبيشال ازاي بقى مش عارفه. ده مش سبيشال خالص، ده صوص رانش عادي جدا ومحطوط عليه صوص جبنه، ويكاد يكون طعم صوص الجبنه هو اللي مأثر على طعمه اكتر. لكن بصراحه الكشري عجبني مع انه فكرته مش جديده، هو يعني سموه كشري فبقى جديد ماشي. معاه 4 سندوتشات او 4 نمانيم او 4 لقم. الساندوتش ده يا جماعه ده صغير قوي، بتختارهم يا اما برجر يا اما تشيكن برجر، يعني ايه برضو التشيكن بيبقى مفروم بيبقى برجر. انا طلبت 2 برجر بيف و2 تشيكن عشان نجرب الاتنين. تعالوا ندوق البيف. البرجر ده ما يحسبش برجر خالص، ده ملوش طعم خالص، عايزه انا باكل عيش فاضي. هي اللقمه بتاعتهم حلوه لكن البرجر اللي جوه لا مش حلو يعني، ملوش طعم ورفيع قوي زياده عن اللزوم،
وتحس ان هو عامل زي البرجر المعلب كده، النوعيات اللي هي مش قد كده يعني. ده زائد ان الساندوتش اصلا حرفيا ما فيهوش حاجه، يعني صوص جبنه اللي هو ايه لحسه كده يعني عشان ما تقولوش بس ان انا ما حطيناش، وكاتشب كده صوص باربيكيو كده طعمه غريب قوي. تعالوا ندوق الفراخ يمكن يكون احسن. الفراخ فيه صوص كده لونه ايه بامبي شويه وشويه خس بسيط قوي يعني برضه عشان ما يقولوش ان انا ما حطيناش. بسم الله. فكرني قوي التشيكن ده بالتشيكن ماكدو بتاع ماكدونالدز اللي كنا بنطلبه زمان يعني للاطفال. يعتبر الفراخ افضل شويه من البرجر ولكنها مش افضل كتير يعني. عجبني الكشري اكتر، ده ممكن يكون سناك جنب الاكل كده. قولوا لي انتوا برضو رايكم في التعليقات. اللي بعده اخر عرض اخترته هو مدفع بازوكا رقم 12، وهو العرض الاخير اصلا عندهم. عباره عن 10 ستريبس معاهم 3 رز و3 عيش ولتر بيت كولا و2 صوص ب 400 جنيه. ده بقى غالي قوي اكتر من الاثنين اللي قبله، انا حاسه كده. قولوا لي انتوا رايكم في التعليقات. يلا الرز دقناه قبل كده، تعالوا ندوق الستريبس. الرز بتاعهم حلو بصراحه، ولحد دلوقتي الجوده بتاعت بازوكا عجباني يعني، مش جوده شقلب وقلب بتاعت رمضان اخر 5 دقايق بتاعت الفطار دي، او جوده شقلب وقلب جامد قوي اللي بتحصل في العيد. لا، جوده عاديه كاني جايباها في يوم عادي بصراحه. ال10 ستريبس تعالوا نعدهم. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ماشي. هو طبعا ايه طري شويتين 3 لحد ما دقنا الباقي. بسم الله. بيجي معاهم 2 صوص، اخترت واحد صوص رانش وواحد صوص تشيلي، متهيألي سويت تشيلي. ليه بقى بيجوا معاهم صوصات؟ قولوا لي ليه. عشان حضرتك هتجيب الستريبس كده وتقوم حاطه في الصوص كده. الصوص ده فيه اكتر حاجه طعم فلفل حراق، وفي طعم تاني مش عارفه كده زي الكزبره او حاجه، طعم معسل برضو في الاخر. وكمان صوص الرانش ده وظيفته هي دي، مش عارفه ليه صوص الرانش لوحده كده ما بيبقى قوي قوي مع الحاجه غير ما بيتحط على وش الحاجه حبه صغيرين. غريب شويتين هو دلوقتي. اكتر عرض عجبني بصراحه هو اول عرض اللي هو مدفع بازوكا رقم 3. عرض الكشري برضو كويس، لكن بصراحه السندوتشات فصلتني. وعرض الستريبس ده للناس اللي بتحب الستريبس او للاطفال مثلا هيشبعهم برضو جدا الرز مع الستريبس والحاجات دي. لكن كتجربه كامله هو بصراحه جالي قبل المغرب ما عذبنيش. والحاجه الثانيه ان جودته زي جوده الايام العاديه، فاستاهل ان هو يعمل اعلان في التلفزيون. يلا يا بازوكا اعمل اعلانات في التلفزيون عادي، انا سمحت لك. بس كده، عجبكم انتوا بقى الفيديو اعملوا لايك وشير، قولوا رايكم في التعليقات. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.